بيبدأ الفيلم ببطلنا ليو، شاب ذكي وموهوب وطيب جدا، لكنه مصاب بشلل في الدماغ. بتاخده جدته علشان يحتفل بعيد ميلاده مع أصحابها، وده بيخليه يواجه صعوبة في أبسط الأشياء اللي ممكن يكون بيعملها في حياته. يعني مثلا بعد ما بيغني له أغنية عيد الميلاد، بيجي عشان يطفي الشمع بيواجه صعوبة وبياخد وقت علشان يقدر إن هو يطفي الشمع. وكمان لما بياكل بشكل سريع بيتخنق، ده غير إن جدته بتخليه يشرب وده غلط وممنوع. ويا عيني صاحبنا ليو بيفضل مخنوق وبيكون تعبان ومتأثر من اللي جدته عملته فيه، وبتحاول تهدي فيه طول اليوم، لكن مش بتقدر تتصرف معاه لحد ما امه بتيجي وبتنقذ الموقف أخيرا، وبتلومها إن هي خلته يشرب، وكمان ده هيأثر عليه ومش هيعرف يذاكر كويس، وإن هي مش عارفة تتعامل معاه بأسلوبها ده لأن هو غير مناسب ليه ولصحته. ليو بيروح ينام وهو متأثر جسديا بسبب اللي حصله، وكمان متأثر نفسيا لأنه قطته اللي هو بيحبها للأسف ماتت. وتاني يوم الصبح وهما بيفطروا مامة ليو بتعرف جدته إن هو عنده النهاردة درس رياضيات وكمان لازم يتدرب على الكتابة بخط إيده، وبعدين بتمشي وبتروح الشغل. وبعد ما مامته وباباه بيمشوا على الشغل هو بيقول لجدته إن هو عايز يخرج، وهي بتاخده معاها المدرسة، وبيبدأ يدخل على الأطفال، وأول لما بيشوفوه بيكونوا مستغربينه جدا. بيبدأ إن هو يقول لهم قصيدة، الأطفال كلها بتفضل تتنمر عليه ويتريقوا عليه ويضحكوا، لكن هو لما بيفضل مصمم يكمل الأطفال كلها بتسكت وبتحترمه وبتسمعه كمان. ده غير إن جدته بتكون فرحانة بيه جدا وبتصوره وبيشرح لهم الدرس وبيستمتعوا جدا بيه. وبعد ما بيخلص المديرة بتشكره وبتقول إن هو قدم درس رائع جدا، لكن بتتكلم مع جدته إن هو مش هينفع يكمل في مجال التدريس بسبب حالته، رغم إن الأطفال حبوه لكن المديرة برضو بترفض. وبعدين جدته بتاخده وبيروحوا ياكلوا. جدته بتكون مسؤولة عن فرقة موسيقية، وفي شخص منهم اللي هو بيدق على الطبول اتخانق معاه وقرر ان هو ينسحب من الفرقة، وهما بيكونوا محتاجين حد مكانه في أسرع وقت. وهي آخر ما بتزهق بتقرر ان هي تختار حفيدها علشان يكون مكان الشخص اللي مشي. وهم راجعين وراكبين الباص بتحاول تقنعه، لكن هو بيقولها انا عمري ما عملت كده في حياتي. هي بتحاول تقنعه وكمان بتقوله ان هو عمل كده قبل كده وهو صغير في الحضانة، ان هو يعني كان بيمسك المعلقة ويفضل يطبل بيها على ظهر الطبق. بس هو بيحاول يقنعها ان دي حاجة مختلفة تماما عن دي، لكن الجدة عنيدة وما بتسمعش منه. وبيرجعوا على البيت ومامته بتسألها اذا كان ذاكر فعلا واتدرب على الكتابات ولا لا زي ما هي قالت، وبتقول لها امال كان بيذاكر طول النهار. هو بيقوم قبلهم من على الأكل، وبعد كده جدته بتتكلم معاه في موضوع الحمل، واحنا هنعرف السبب ان هي مخبية عليه انها حامل كمان شوية. وبعدين الجدة بتروح لليوى علشان تقنعه تاني ان هو ينضم للفرقة الموسيقية بتاعتها لأنها محتاجة له ضروري، ومن غيره الفرقة هتنهار. ومع انه بيكون رافض تماما في البداية لأنه بيوافق وبيطلب منها ان هو يتدرب. بتاخده فعلا علشان تدربه، وأول لما بيمسك العصاية بتقع من ايده وزمايلها بيفضلوا يضحكوا عليه، وده طبعا بيستفزها جدا وبيخليها تتجنن وتتخانق معاهم. وطبعا كله بيروح علشان يحوش ما بينها وما بين الست اللي استفزتها، وكله بيكون مشغول في الخناقة اللي بتحصل. وبطلنا قاعد في بنت وراه كانت بتلعب مع اصحابها لعبة الطبق الطاير، والطبق بيجي عند بطلنا وبتطلب منه ان هو يرميه لها. لما بتكون حركته بطيئة بتروح هي بسرعة علشان تجيبه من جنبه. أول لما بيشوفها بتعجبه جدا وبيعجب بيها من النظرة الأولى وبيفضل باصص عليها. لما اليوم بيخلص وهم راجعين للبيت ليو بيوري جدته إن هو عارف يطبل بشكل كويس وأحسن. ولما بيرجعوا البيت قبل ما بينام مامته بتيجي وبتتكلم معاه وبتقوله إن هي هتسافر في رحلة عندهم شغل هياخد وقت طويل ولازم يخلصوه، وبتنبه عليه إن هو ياخد باله من نفسه ومن مذاكرته ومن جدته كمان لحد ما يرجعوا. ولما بيسألها ايه يعني اللي ممكن ياخد وقت طويل علشان يبعدوا يعني ويسافروا مدة، هي بتتهرب من الإجابة ومش بترضى تقوله أي حاجة وبتسيبه وينام. ليو بيكون مستعد وبيقرر إن هو يقدم على جامعة نورمال، بس هي بتكون رافضة الموضوع ده لأن هي بعيدة عن المدينة اللي هم فيه. بس هو بيقنعه وبيقولها إن هي مش بعيدة قوي، يعني مجرد 90 دقيقة بالمترو. برضه بتفضل معارضة الموضوع لدرجة إنها بتقوله أنت حتى لو اتقبلت أنا مش هتحمل مصاريف الكلية. جدته بتديله امل وبتقوله تقبل انت بس مالكش دعوه وانا هتصرف لك في الفلوس. وتاني يوم بتاخده معاها للفرقه الموسيقيه، وفجاه بيدخل عليهم الشخص اللي هو سابهم اللي ليو اخد مكانه، وبيستغرب جدا وبيتريق عليهم لان هو كان متوقع يعني ان هم يجيبوا حد اشطر واحسن منه. وبيقعد وبيتحدى ليو ان هو يطبل زيه. بتشجعه البنت اللي هو معجب بيها وبتقوله يلا انت قدها يا بطل. بيبداوا فعلا ان هم يتحدوا بعض، وكل ما الطبال يعمل حركه ليو يعرف يعمل زيها، وكل ما يصعب على الحركات ليه برضه يعرف يعملها. كلهم بيفرحوا جدا بأدائه وبيسقفوا له وبيحيوه،
وهو بيخسر قدامه بيقول إن أنا مش هتريق على المعاقين تاني، وبيخلص اليوم على كده. وبعد كده ليو بيقابل البنت اللي هو معجب بيها في الحمام، وهناك هي بتسأله بيكون موجود هنا في النادي كل قد ايه، بيقولها يوم التلات والخميس والسبت، وبيعرفها ان هو عنده 20 سنة واتخرج من الثانوي، وهو كل اللي بيعرفه عنها اسمها، وبتسيبه وبتمشي. ولما بيرجع البيت بيحلم ان هو بقى شخص عادي وطبيعي، وبيكون مبسوط معاها وبيوعدها، وبيقوم فجأة من الحلم وبيرجع تاني لحياته، لأن ده كان مجرد حلم يعني. وهو قاعد بياكل مع جدته بيقولها ان هو عايز يقدم على وظيفة في كافيه، وهي بتقوله يا لئيم انت بقى عايز تحوش كده. بيقولها لا، انا عايز اجمع فلوس علشان مصاريف كليتي. بيحضر لبسه وبيجهز وبيمشي، وهي بتقوله اجي معاك علشان اساعدك. بيقولها لا، انا مش محتاجك، هروح لوحدي. ولكنها طبعا بتكون خايفة عليه، فبتقرر ان هي تمشي وراه علشان تراقبه. بيوصل على الكافيه وبيقدم السي في بتاعه، والمدير هناك بيسأله عن حالته وبيقوله إن هو عنده شلل في دماغه. بيسأله عن المدة اللي هو يقدر يقف فيها، بيقوله أقدر أقف طول ما أنا محتاج. وبيسأله عن الحركة، بيقوله بأمشي 10 دقايق متواصل وارتاح وارجع أكمل تاني. بيختبره بيقوله وريني مشيتك. بيفضل رايح جاي في المطعم، وكمان بيقوله كل أنواع الأكلات اللي هما بيعملوها في المطعم، وبيفضل رايح جاي وهو بيقول كل الأصناف الموجودة. بيوقفوا فجأة وبيصرحوا إن هو تمام وكل حاجة، لكن هو عايز يعاين حد طبيعي. بيرد عليه بطلنا وبيقوله أنا شخص طبيعي بذاكرة قاتلة. وبتنتهي المقابلة على كده، وبيروح ياكل مع جدته، وبتقوله انت كشفتني من امتى ان انا براقبك. بيقولها من اول ما خرجت من البيت. وبيطلب منها ان هي تعمل له حساب في البنك، فهي بتستغرب يعني، لان هي بتكون فاكرة ان هو اترفض وما توظفش، لكن هو بيفاجئها ان هو اتقبل، وان هو عايز حسابه البنكي ده عشان يستلم مرتبه عليه. جدته بتفرح جدا ان هو اتقبل في الوظيفة. وبعدين كل حاجة بتكون ماشية كويس. هو بيروح الوظيفة بتاعته وبيكون قادر ان هو يشتغل فيها بشكل كويس، وبيروح مع الفرقة الموسيقية اللي هم صحاب جدته وبيقعد معاهم، وبتكون حياته ماشية بشكل كويس إلى حد ما. لحد ما بيجي يوم بتكون جدته عازمة كل صحابها عندهم في البيت، ومعاهم صاحبته كمان. بتكون جدته بتجهز لهم الأكل، وصاحبته بتدخل معاه أوضته وبتسأله إذا كان هو قرأ كل الكتب اللي موجودة عنده في الأوضة دي. وكمان بتشوف دفتر عنده مكتوب فيه شعر، وبتنبهر جدا ان هو ازاي بيألف شعر جميل قوي كده. هنا بنفهم بقى ان صديقته دي كل علاقتها بيه هي علاقة فضول مش اكتر. ازاي بيمارس حياته وازاي بيقدر يعمل كل ده وهو عايش ازاي اصلا، على عكسه هو اللي بيكون معجب بيها وبيحبها وبيحاول ان هو يقرب منها، لكن هي بتبعد عنه. في الوقت ده مامته بتوصل على البيت، بتتفاجئ الجدة لان هي جت من غير ما تقول. بتفضل تزعق مع الجدة إن هي النهاردة فوتت جلسة التأهيل واتأخر عليها. وهنا بقى البطل بيقولها إن هو طول الفترة دي ما كانش بيذاكر، لأن الجدة كانت مفهماه إن هو بيذاكر كويس جدا. وبتتخض أكتر كمان لما بتعرف إن هو بيشتغل في كافيه. هو بيكون عايز يعيش حياة عادية، بس مامته دايما مقيداه، مش عايز يذاكر وعايز بس يروح الجامعة اللي هو بيقدم عليها دي ويتقبل فيها. مامته طبعًا شايفة إن هو يعيش حياة زي أي حد عادي دي حاجة مستحيلة، ومش متقبلاها أبدًا، وإنه ما ينفعش يعني يشتغل ولا يدخل الكلية اللي هو عايز يدخلها دي. هو بيزعق معاها وبيقول مين اللي جابني وعرضني لكل العذاب ده، وإن أنا ما اعيش حياة طبيعية. الأم بتتأثر جدًا من كلامه ومبتكونش عارفة ترد عليه تقول له إيه. وبعدين بقى بيروح للمركز علشان جلسة التأهيل، وهناك بيقابل أصحابه، وفي واحد منهم بيقول له إن هو ما شافوش من فترة طويلة لأن هو ما كانش بيروح. بيرجع ليه ويحس بالوحدة من تاني. وهو في النادي مع جدته بتروح وبتقوله إن هو دلوقتي بقى أخ كبير، وبتاخده معاها المستشفى لأن مامته خلاص ولدت. بيدخل ليو عند البنت وبيروح علشان يشوفها، والبنت بتبدأ إن هي تعيط. بتجري عليها مامتها بسرعة وهي مخضوضة وبتزق ليو بعيد، وبتقول إن هو ما يلمسهاش. بيزعل طبعا جدا ليو وبيتأثر من اللي حصل. وبعدين بيسأل جده إذا كانت عارفة طول الفترة دي إن مامته حامل، وهي بتقوله أيوة أنا كنت عارفة. وبيستغرب هما ليه خبوا عليه، فبتقوله لأن مستوى السكر عند مامته كان عالي، وكان في احتمالية حدوث إجهاض، وما كانوش عارفين إذا كان الطفل هيعيش ولا لأ. وهنا ليو بيفتكر آخر كلامه مع مامته لما كانت إزاي بتعامله وهو صغير، وإن هو حاسس إن هو ملوش وجود مع مامته، فإزاي يعني هيستنى من الناس بره تعامله غير المعاملة دي، إن هم يخافوا منه ويتنمروا عليه. وبيقول لها كمان ما تدعيش ان انتي مهتمة لأمري، لان تصرفاتك معايا بتدل عكس كده. وبيلومها كمان ان هي طول الوقت من ساعة ما اتولد وهي عايزة تحبسه بس مش اكتر. ليو بيكون منهار وبيعيط وبيقول لمامته ان هو عمره ما كان عايز الحياة دي ابدا. وبدل ما مامته تهون عليه بتقوله ان ده قدره،
وقدرها هي كمان، وهو ده اللي لازم يحصل. بعدين ليو بيكون بيتدرب على السواقة وبيسوق بسرعة كبيرة جدا، وكان هيعمل حادثة لكن محاولته في ان هو يتخلص من حياته المرة دي ما نجحتش. جدته بتلومه وبتضربه وبتقوله وانت كنت عايز تموت. وبعدها بيروح لوظيفته عادي، وبعد كده بيروح وبيقابل صديقته وبيقول لها ان هو مخنوق من البيت ومش عايز يروح، وبتسأله عن علاقته بوالدته وبيعرفها ان هي بتختار له كل حاجة، يروح فين ويجي منين ويلبس ايه ويعمل ايه وما يعملش ايه. وبعد كده بيقول لها تعالي نخرج لان هو مش بيكون عايز يروح البيت، وهي بتوافق وهما ماشيين مع بعض بيحاول ان هو يمسك ايديها، لكن هي بتتوتر وبتهرب منه وبتقول ان هي رايحة الحمام، وبتقف بعيد كده وبتنده عليه وبتودعه. وهنا بيفهم بطلنا ان ده الوداع الاخير. بيرجع البيت وبيكون جايب معاه حلويات وبيقول لجدته ان هو اللي عملها بنفسه. بتاكل منها جدته وبتنبهر جدا بطعمها وبتقول انت ذكي جدا فعلا انت اللي عملتها، وبتسيبه وبتدخل لان هي نسيت الاكل على النار. وهنا بقى ليو بيحاول ان هو يتخلص من حياته للمرة التانية، بيفضل ياكل كميات كبيرة جدا فبيتخنق جامد جدا. بتجري عليه جدته وهي مخضوضة. هنا بيكون بيتخنق جامد من كتر كمية الأكل اللي هو أكلها لأن ده غلط عليه. وهنا بيشوف نفسه وهو صغير لما استخبى من أهله جوه شنطة السفر وقفل على نفسه، وأهله فضلوا يدوروا عليه جدا لحد ما تعبوا، وهم قاعدين كانوا بيقولوا لنفسهم يعني إن هم لو مش لاقوه حياتهم هتكون أحسن وهيرتاحوا. ليو من يومها وهو حاسس إن هو وجوده غير مرغوب فيه، وبيتأثر جدا باللي بيسمعه وبينهار وبيعيط. وبعدين بقى بيفوق ليو في المستشفى وبيلاقي مامته قاعدة قدامه وهي بتعيط وندمانة على كل اللي هي قالته له، وكمان ندمانة وما كانش قصدها تزقه يوم ما كان بيشوف أخته في المستشفى، وبتتأسف له وبتنام جنبه وهي منهارة في العياط. وبعدين بيروح وبيقعد مع جدته وبتقوله إن هي زمان بعد ما ولدت مامته جوزها سابها بعدها بسنة واضطرت إن هي تسافر بعيد علشان تقدر تشتغل وتأمن فلوس لبنتها. وعدى وقت طويل جدا، ومن ساعتها وبنتها بطلت تندهلها ماما، وكمان بتتعامل معاها بشكل قاسي جدا. بيحاول يهون عليها البطل وبيقول لها ايا كان ايه بس انا متأكد ان انتي اعظم جدة. وبعدين بيستعدوا علشان يروحوا يناموا، لكن قبل ما بينام ليو بتقوله جدته ان لما كان في المستشفى جاله طرد، وبيروح وبيشوفه بيكون من جامعة نورمال اللي هو قدم عليها ان هما يعني قبلوه. لما بتعرف جدته بتفرح جدا، هما الاتنين بيكونوا مبسوطين جدا بيفضلوا يرقصوا ويغنوا و... ويحتفلوا بالخبر السعيد ده. وبعدين بيروح علشان يلقي خطاب كان مقدم عليه من بدري، وبتروح معاه الفرقة الموسيقية بتاعت جدته، وبيقف على خشبة المسرح وبيقول الخطاب بتاعه. بيقول إن هو دايما كان شايف نظرات كتيرة جدا في عيون الناس، منها الخوف ومنها الشفقة، لكن الناس الوحيدين اللي اتعاملوا معاه وكأنهم زيه هي فرقة جدته، وإن هو بيحبهم ومتعلق بيهم جدا. وبيفضل يوصف حالته قد إيه صعبة عليه، والتأقلم معاها شيء مش سهل حتى لو هو أظهر عكس ده. ده غير إن هو بيخاف دايما إن حد يطلب منه حاجة أو ما يقدرش يعملها حتى لو أبسط الأشياء. الناس كلها بتتأثر بكلامه وبيحسوا قد إيه إن هو بيعاني، وكلهم بيتأثروا وبيعيطوا. وبينتهي الخطاب على كده، وبيكون عايش حياة سعيدة مع جدته ومامته وأخته اللي اتولدت جديد، كلهم أسرة سعيدة بعد ما قدر أخيرا البطل إن هو يحس إن هو إنسان طبيعي وعايش حياة طبيعية. وبكده يكون انتهى الفيلم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو انتوا لسه ما اشتركتوش. اشوفكم الملخص اللي جاي. سلام.